مساء الفل. شكرا لبيراميدز والله العظيم، لعيبه وجهاز فني واداره، مفيش جماهير اصلا يعني، على النقطه اللي احنا خدناها النهارده. كتر خيرهم والله. يعني الشوط الاول بعدل الله كده يعني، بحق ربنا يخلص مثلا 4-5 لبيراميدز. احنا ما شوطناش غير شوطه واحده بس، الشوط الاولاني بتاعت حمزه المسلوسي الفاول. غير كده ما شوطناش اي حاجه جوه الثلاث خشبات. اسوريو بادئ بتشكيل عجب، 9 لعيبه جداد او مش جداد، مش واخدين على الفرقه، فمش بقالهم كتير ما لعبوش. بيلعبوا اول مره، ناس غريبه صغيره، ايشو بيلعب. فيعني التشكيل انا نازل اشيل 7-8، يعني تشكيل كده الشوط الاول انا نازل ايه اشيل 7-8 كده. فالراجل جه الشوط الثاني راح منزل لك 4 لعيبه تانيين وحبلشه بقى وجري ومش عارف ايه واوباما وشويه هري كده. وبيراميدز بلا اي مبرر، بلا اي مبرر بيرجع ويسيب لنا الماتش ويسيب الدنيا ويسيب الملعب ويرجع ورا خالص كده عشان نهاجم. والحمد لله دونجا ربنا كرمه وجاب جون. يعني تخيل انت دونجا بيجيب في الشناوي، يعني عيانه ميت، فاهم انت يعني، والله العظيم جاب جون عجب في الشناوي عجب. هما الاثنين بصراحه يستحقوا يعني، ده يعني بقاله سنتين بيحزق عشان يجيب جون شوط، والحمد لله جابها يعني. ويوم ما جاب الجون يشوط كوره في نص الجون وتخش جون، يعني كان يقعد يحزق ويجيبها كده ويجيبها كده وعلى الطاير ويمين وشمال، واخر جت في نص الجون يعني. فالحمد لله عشان يهدى كده شويه يعني ويستريح. الجون التاني حلو من ابراهيم نضاي، مع انه اصلا يعني مستواه برده مش هو بتاع الزمالك يعني. بس في الملخص يعني، وفي الاخر بيراميدز نزل تاني، واول ما ضغط يعني، اول لما قال يا ضغط يعني جاب التعادل يعني. فمش عايز الناس تفرح قوي ان احنا اتعادلنا مع بيراميدز وجبنا جونين في بيراميدز واتعادلنا وهم اتعادلوا معانا واحنا كده حلوين وجامدين. لا احنا مش حلوين وجامدين خالص، احنا ضايعين. احنا ما لعبناش تقريبا غير 10 دقايق اللي جبنا فيها الجونين كده وربع ساعه وخلاص. مفيش اي حاجه تذكر. المدير الفني ابيض، واحنا كده كده عارفين ان هو ابيض واللعيبه بيضه وكلهم في الضياع خالص يعني. بس يعني مش عايز ناس تتعشم ونقعد نقول بقى ان اسوريو راجل عبقري وحط ايده على مفاتيح اللعب. هيطلع في التلفزيون كمان دلوقتي يقولوا الكلام دوت يعني. وان اللعيبه بدات تنسجم، وعوده اوباما الابن الضال ولما شيكابالا نزل، شيكابالا مخلص يا جدعان. شيكابالا والله العظيم لو مش قادر يمشي لحد اول الشارع، يعني واحد مش قادر يمشي لحد اول الشارع بينزل يلعب، هو مش خلاص يعني فنش. هو مش عيب ولا حرام، اي لعيب بيوصل لمرحله بيفنش خلاص، فهو فنش. عمر جابر فنش، اوباما مفنش بقاله 4 سنين. فانت بتلعب بلعيبه منتهيه الصلاحيه عندك في الفرقه. يا ريت بس يعني مرتضى منصور وامير مرتضى منصور والجمعيه العموميه يكونوا مبسوطين من شكل الفرقه اللي احنا فيها، يكونوا مبسوطين بالمدير الفني اللي هم جابوه العبقري اللي بيروح يدي محاضرات بره. ما اعرفش بيدي محاضرات في ايه يعني، انا عايز اعرف هو بيدي محاضرات بره في ايه، مش عارف. يكونوا مبسوطين باللعيبه اللي هم جابوها، الصفقات الفشنك اللي هم جابوها، وقف القيد اللي هم عملوه وما عرفش يجيب لعيبه، ومسلمين الفرقه مهلكه او معدمه. فهم قصدهم كده يسلموا النادي خرابه، هم فعلا نجحوا ان هم يسلموا النادي خرابه. فيا ريت نكون مبسوطين، واعضاء الجمعيه العموميه اللي كانوا بيحزقوا عشان يرجعوه وهيروحوا ينتخبوا حد تبعه او اي حاجه يعني، فيا ريت يبقوا مبسوطين باللي احنا وصلنا له. احنا نادي كروي في المقام الاول، شعبيه الزمالك كلها قايمه على الكوره، فيا ريت نبقوا مبسوطين. بس نرجع بقى للماتش تاني. احنا مش عايزين الماتش دوت احنا خلاص احنا فرحانين واحنا جايين واحنا مش عارف ايه، لا خالص احنا نهدى شويه. ومبروك للاهلي. المستوى بيراميدز ده، انا كنت فاكر ان بيراميدز هينزل ياكل اي حد قدامه، ياكل اي حد قدامه، عنده سكواد يعني ينافس بالاهلي وينافس في افريقيا مستريح يعني. في دوري ابطال افريقيا لما يلعب بيراميدز ده هينافس اي حد مستريح باللي عنده. لكن مفيش يعني، هو في حاجه شمال بقى، في فلوس دي يعني مش بركه مثلا، الفلوس دي فلوس حاجه شمال ما تعرفش في ايه، بس في حاجه غلط في بيراميدز. وهو هيفضل كده، هو هيفضل بيراميدز. جابوا اي حد بقى، جابوا مصطفى فتحي، عبد الله السعيد، رمضان صبحي، مش عارف، جابوا مهند لاشين، اي حد، هم هيفضلوا كده، هيفضلوا بيراميدز، هيفضلوا بيراميدز. فاحنا ما نفرحش بقى احنا بالنقطتين، واحنا لا، احنا نتقل كده ونستنى عشان لسه في مفاجآت جايه كتير، وفرق تلعب معاك قدامك جايه كتير، وفرق هتقعد تلعبك ورا وتفتح انت دفاعاتك وتلعبك على المرتدات وفي مراجيح اكتر. فنتقل كده وربنا يسهل باذن الله، يناير يجي بس بسرعه ومجلس الاداره يجي بسرعه ونحل الموضوع ونجيب لعيبه باذن الله. شكرا.